سلام. نتمنى يكون الصوت مسموع مزيان والصورة كذلك. المهم هذا الفيديو اختاريت انني نهضر مباشره ماشي نصور ومن بعد ندير التسجيل الصوتي كيف ما كنت كندير، وما جيتش نوريكم شي بلاصه اولا نهضر على شي بلاصه كيف ما موالفين في الفيديوهات ديالي. هذا النهار بغيت نهضر معكم في واحد الحاجه اللي قاصتني مؤخرا، وكنظن ان قاص بزاف منكم وبزاف ديال الناس ماشي غير في المغرب وانما في الدول العربيه كامله. والمهم الموضوع ديال الفيديو هو التنمر، باش نتفاهموا من الاول. شفت واحد الفيديو تقدروا نتوما تكونوا شفتوها ولا بزاف منكم شافوه، ديال هذيك الطفله مسكينه حيت بصح مسكينه الطفله مايا اللي كتعرض للتنمر بسبب التوحيمه اللي عندها في وجهها. انا غنحاول نحط التصويره ديالها، ما بغيتش نحط الفيديو، غنحاول نحط غير التصويره ديالها باش تعرفوني على اش كنهضر. اغلبيه منكم غيكونوا شافوا الفيديو، حتى اللي ما شافوش راه كاين متداول بزاف على صفحات الفيسبوك وصفحات انستغرام وفي مواقع التواصل الاجتماعي بصفه عامه. ما تصوروش ان هذاك الفيديو فاش شفتو ما شفتوش بزاف ديال الوقت، يلاه البارح وقيله ولا البارح، وتاثرت به لواحد الدرجه كبيره لدرجه انني بكيت لانها بنت باقا صغيره مسكينه. المهم انا بكيت لاني انا دزت من ديك المرحله وباقا كنعاني، وبكيت في بلاصتها في بلاصه بزاف ديال الناس وفي بلاصتي، حيت التنمر شي حاجه قبيحه. وفي اي لحظه اي واحد فينا معرض انه يصبح كيتمارس عليه التنمر، وفي اي لحظه يقدر هو يمارس التنمر بطريقه او باخرى. خاصنا نردوا البال مزيان لهذه المساله. نرجعوا للطفله مايا. البنت كيفاش كانت كتبكي، كيفاش كانت كتبكي بواحد الطريقه مسكينه مهرسه مكسوره. عرفتي شنو هي طفله في هذاك عمر زور، باقا مسكينه وباقا صغيره، يلا كتبنى شخصيتها تكون معقده لواحد الدرجه درجه كبيره، او ومن اقرب الناس لها يعني عائلتها، المجتمع، الزملاء في المدرسه كذلك. او فين غاديين بهذا الشيء؟ ما فهمتش انا فين، عرفتي ما عرفتش. المهم اللي مجرب غادي يفهمني عليا واش كنهضر. لكن علاش زعما اشنو الفائده ديال اننا نتنمروا على شي واحد؟ اشنو انت قضيتي ولا انت الناس اللي كيتنمروا شنو قضيتوا انكم شنو زعما كتلبيو شي غريزه عندكم من داخل حنا ما عارفينها؟ شنو كتمتعوا في هذيك الوقيته اللي نتوما كتغداو على الحزن ديال الاخرين والمأساة ديالهم؟ لا، راه هذيك مسكينه الطفله، عرفتي شنو هي الطفله وزوينه ما شاء الله فنه. هي منين كانت بغات تحيد شعرها على هاد الجهه اللي عندها فيها التوحيمه، كانت كتقول له انا بشعه، يعني انا قبيحه. وهي ما قبيحه، تبارك الله ما شاء الله، هي فنه، هي زوينه باختلافها، هي زوينه كيف ما هي. الاختلاف راه جميل، اقسم بالله الا الاختلاف نعمه، حيت يكفي انه من عند الله سبحانه وتعالى، يكفي انه من عند الخالق عز وجل. حنا شكون بغينا كاع نكونوا في هذا الكون باش ما نتقبلوش الاختلاف؟ حيت حنا كل واحد فينا مختلف بطريقته، والاختلاف راه زوينه عباد الله. رفقا بهاد الدراري الصغار، بهاد الناس اللي مساكن، هذيك بنيته صغيره باقا ما بنات شخصيتها، باقا يلاه كتحاول انها تفهم شنو واقع. هي وبزاف، هي ما يرى وحده، وكاينين تبارك الله ما شاء الله بزاف بنات ودراري في اعمار مختلفه، في اعمار اللي كيكونوا صغار، محتاجين الدعم، محتاجين التشجيع، محتاجين ان بنادم ياخذ بيديهم، محتاجين بزاف ديال المسائل، ماشي محتاجين اننا نهرسوهم. انا مريت بهاد الظرفيه في واحد الفتره في حياتي، حيت بزاف ديال الناس كيقولوا لي عاودينا. غنحاول انني نهضر عليها بعجاله. انا مريت بهاد القضيه في حياتي لدرجه كنت كنخبي يدي، كنت ما يمكنش نخرج من الدار بلا ما نغطي بلا ما نلبس شي حاجه اللي ممكن انني نخشي يدي في الجياب، شي كابيتشون بحال هكا، او لا نلبس ندير شي شال على كتافي باش نغطي يدي، باش الناس ما يشوفونيش، باش نهرب من هذيك الشوفه ديال الناس، باش نهرب من هذيك الكلمه ديال مسكينه، باش نهرب من بزاف ديال الحوايج، نهرب من الاسئله كيفاش وقع عليك. الفتره ديال اللي عشتها انا كانت صعيبه بزاف، كانت جدا صعبه، والحمد لله والشكر لله بفضل الله سبحانه وتعالى، وبالفضل ديال المسانده ديال عائلتي وصحابي وبزاف ديال العوامل اللي كانت لعبات وخلاتني انني نكون قويه في هذيك الفتره،
ونحيد هذاك الغطاء اولا هذاك الشال اللي كنت كنغطي به يدي. الحمد لله وشكر لله. ولكن راه ماشي كلشي كيكون محظوظ، وماشي كلشي كيكون قادر انه يدير هذا السلام. المهم رجعت باش نكمل الفيديو، لانني في الوقت اللي كنت كنسجل حبست التسجيل بوحدو، وانا بقيت كنهضر على اساس انني كملت الفيديو حتى للتالي. ولكن نظرا لان الستوكاج عمر حبست الفيديو. المهم كنت خديت وقت طويل باش انني نحاول نمسح فيديوهات باش نقدر نكمل التسجيل. الاضاءه قلالات، ونتمنى ان يكون الصوت مسموع والاضاءه حتى هي مزيانه. بغيت نختم بحاجه وحده، الاختلاف شي حاجه زوينه، الاختلاف شي حاجه محموده من عند الله سبحانه وتعالى، خاصنا نتقبلوه كيف ما بغى يكون، نتقبلوه في راسنا ونتقبلوه في بعضياتنا ونتقبلوه في الناس اللي دايرين بينا وفي الاشياء اللي دايره بينا. هذه حاجه مهمه. ورفقا بالدراري الصغار، الاطفال اللي عندهم اختلاف رفقا بهم. الله يرحم الوالدين لانهم كيكونوا في مرحله حساسه، مرحله حساسه بزاف. يعني خاصنا نردوا البال، ناخذوا بيديهم، نعاونوهم، نكونوا معاهم، ورفقا بكل شيء. راه القلب ما عندوش سن، ما عندوش عمر. يعني الى هرستي راه كيف ما غتهرس القلب ديال كبير ديال شخص كبير غتهرس القلب ديال طفل صغير. نفس التاثير، يعني الهرسه هرسه، حيت قلب واخا. عفاكم رفقا بالقلوب وكفانا تنمرا صافي. نشوفوا نجربوا اننا نكونوا مزيانين. ما عرفناش شنو اللي باقي لنا في الحياه، ما عرفناش شحال كاع غادي نعيشوا. اي حاجه درتيها غترجع لك. حاول انك دير الحاجه المزيانه باش ديما ترجع لك الحاجه المزيانه. صراحه كان عندي الكثير من الاشياء كنت بغيت نشاركها في هذا الفيديو، ومهم بزاف صراحه. ولكن نظرا لانه وقفت التسجيل وحاول دابا انني غير نكمل ما نطولش بزاف. تهلاو في راسكم، تلقاو فيديو جديد ان شاء الله. اتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وتحيه لكاع الناس اللي عندهم اختلاف وقابلينه وعايشين معاه، وتحيه الناس اللي كيقبلوا الاختلاف في راسهم وفي الناس اللي دايرين به. مع السلامه.